أغرب موقف في حياتي. الموقف ده غريب جدًا وفي رسالة لأولياء الأمور في رسالة، في رسالة. طيب أول حاجة يا جماعة وأنا صغيرة كنت طبعًا زي ما قُلت لكم بقى باحب الاستجمام بقى والسلام والأمان وتخُض قلبنا عليها عادي. فنزلت البحر، فأنا بقى عايشة بقى في ملكوت تاني خالص، يعني أنا وهي بانزل كل البحر. ما تلاقي ناس تروح ماشية معاهم. أيوه باتعرّف على دي ودي، ده اتعرّفت على رضوى وهبة بلاش أقول أسامي، المهم فاتعرّفت على بنات كتيرة أوي وبامشي معاهم وما أعرفش إيه، وبالاقي أهلهم عادي easy خالص. كانت نازلة يا جماعة أنا الساعة طب استني أقول الموقف ده، فكان في يا جماعة كان في زحليقة، فالناس كانوا بيطلعوا على السلالم ف يكشفوني وقعتِ ما بين السلالم. فأنا كنت باحب أقف تحت السلالم علشان الناس اللي بينزل منهم دول نطرة. دي نطرة اللي بتنزل من الناس. أنتِ فاهمة حاجة؟ يعني أنا يا جماعة كنت باحب هي كانت بتحب تقف تحت السلم اللي على هو أساس الناس بيطلعوا عليه، فأنا كنت فعندي اعتقاد وأنا صغيرة إن دي نطرة، فأنا باحب النطرة طبعًا. مش فيعني لقيت قادرة، نطرة صاخرة نازلة عليها. مش قادرة. المهم يا جماعة، فطبعًا بقى فضلت من الساعة 14:00 لحد الساعة 20:00 هُم بيدوّروا عليَّ، وأنا طبعًا تحت المطر يا جماعة، تحت المطر، أنتم عارفين المطر مطر طبيعي، إيه رأيكم؟ فطبعًا أنا باحاول إن أنا أطلع على السلِّم، لكن طبعًا أنا ما المهم فرُحت طبعًا خرجت بقى المطر، حسيت إن ده إيه القرف ده خلاص، كفاية مطر. ده قرف. يعني من الساعة 14:00 للساعة 20:00 وقُلتِ خلاص كده قرف؟ كفاية مطر. فأنا بامشي sorry يا جماعة، فأنا بامشي هنا وهنا وهنا، فرُحت طبعًا مع ناس تانية رُحت